كلمتين وبس. سعاد، يا سعاد. نعم يا ماما، انا جايه اهو. بتعملي ايه عني؟ بوضب السفره. وضبي يا اختي وضبي، يعني ما توضبيش الا لما الاستاذ يشرف. منكم يا بنات. يوم يا ماما، يعني مش قد المقام. ربنا يسعدك يا بنتي، عقبال ما توضبي في شقتك. في حياتك يا اطعم ماما في الدنيا. قوليلي، السلطه عملتيها زي ما بيحبها؟ طبعا يا ماما. ووضبتي فوط السفره؟ وكويتهم كمان. احسن، شاطره. اصل عريسك انف حبتين. ابدا والله يا ماما، ده هو بس اللي شكله كده. شكله وحياتك انف وما بيعجبهوش العجب. بس انا بقى عاملاله صينيه بطاطس هياكل صوابعه وراها، متكلفه صح الباقي. تسلم ايديكي يا ماما، هو في زي نفسك في الاكل. وهو لو ما كانش غالي كنت صرفت عليه فلوس الجمعيه واشتريت له دي. منور في الصينيه يا ماما. يعني هو هياكله لوحده ولا يا اختي ياكله لوحده بالهنا والشفا؟ مين؟ روحي افتحي يا سعاد، ده باين له خطيب. حاضر يا ماما. مالك يا بنت واقفه كده ليه؟ ما تروحي، مكسوفه ولا ايه؟ اهلا يا سمير. اهلا بيك يا سعاد. السلام عليكم يا طنط. اهلا وسهلا بجوز بنتي. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا اخويا. كل سنه وانت طيبه يا سعاد. وانت طيب يا سمير. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهدى اهدى كله. بس اما انت يا اخويا عمرك ما تيجي كده وايدك فاضيه. دي فضلة خيركم يا طنط. يا ريت في مقدره اكتر من كده كنت اجيب الدنيا كلها لسعاد. متشكره قوي يا سمير، انا كفايه عليا اشوفك. هو عمي لسه ما جاش ولا ايه؟ لا زمانه جاي. ما تقومي يا بنت تقدمي حاجه لخطيبك، شاي ولا حاجه ساقعه. حاجه ساقعه يا سمير، مش كده؟ شايف قلبها عليك ازاي علشان تفتح نفسك على الاكل. الساعة كام دلوقتي يا عبد؟ أنا عصافير بطني زقزقت. اللي في بطنك دي مش عصافير، قول حنشة، قول عرس. يا جدع بقول لك الساعة كام؟ داخل على 1:30. تكون استوت. هي ايه دي؟ صينية البطاطس يا جدع. يعني حكاية بجد بقى؟ إلا جد. واخ مني عاطل يعني ما نعملش منظر جدعانة. ما انت ياما عملت مناظر جدعانة، انت ضيعك غير مناظر الجدعانة. بس دي بقى ما كانتش جدعانة، دي كانت جهل وهبالة. ده احنا ولاد بلد يا جدع واخر جدعانة. بس هو الزمن. ما تقولش ولاد بلد، ولاد البلد دمهم حامي، ما يسرقوش وما يقعدوش قعدتك دي. انا ما سرقتش الارنب، انا لقيته في كوم القش اللي بنام عليه ملوش صاحب. بس انا بقى لسه حكايه صينيه البطاطس دي مش داخله دماغي. وبلحمه وشرفك دي مفاجاه. بس اجهز لك برغيفين. قول لكل من يسال عنا يجهز برغيفين. وهات صفيحه النشاره دي نجيبوا فيها شويه مخلل وما تلف. دي مصدقه خالص يا ارنب. يا جدع ما تشغلش بالك. محدش هياخد عيش الا بالطابور. واللي كان الخير ويحط على النار زي مصطفوها. بالطابور يعني بالطابور. الصينيه استوت يا معلمي. ايوه الصينيه يا جدع بتاعت الارنب. الله، رحنا سايب الشباك بتاع الزقاق علشان هنا زحمه. هي صينيه ايه يا سيد؟ صينيه بطاطس. زميلك بتاع الصبح هو اللي حطها وانا هطلعها لك اهو. بس امسكها بحاجه احسن سخنه. بالهنا والشفا يا سيد. ايوه بس دي مش صينيه بطاطس برضو؟ بطاطس. دي كلها بطاطس يا جدعان. الله، ده اكيد بابا. عن اذنك لما افتح. هو خطيبك وصل يا بنتي؟ من شويه يا بابا وسأل على حضرتك. اهلا 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 استاذ سمير. اهلا بيك يا عمي، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابني، وعقبال ما تيجي الموسم الجاي في بيتك انت وسعاد. ان شاء الله يا رب. بس ربنا يسهل ونخلص الشقه. كله يا ابني بيخلص على خير ما دام البني ادم كويس ومتوجه الى الله سبحانه وتعالى وشايف شغله ضمير وفلوسه حلال، ربنا يبارك له وكله يبقى تمام. شربت حاجه؟ طبعا يا عمي. سياسيين سياسيين. عن اذنك يا ابني اشوف خالتك عايزه ايه. ما هو ما فيش راحه. اتفضل يا عمي. اخطف رجلك يا اخويا لحد الفرن، هات لنا الصينيه. يا وليه ده انا من صباحة ربنا ما قعدتش. يعني خلاصك اروح انا اجيبها يا ابو العروسه. هروح انا، امري لله. 5 دقايق.
السلام عليكم يا معلم عكاشه. ورحمه الله وبركاته يا سين افندي. ولو فيها رزاله الصينيه. عينيا يا ابو الزوق. الصينيه بتاعت الست ام سعاد. عن اذنك يا سين افندي عشان ورايا مصلحه. الصينيه هي دي يا ابني الصينيه؟ هي دي يا ابني الصينيه؟ مش صينيه بطاطس، مفيش غيرها في الفرن يا استاذ. شكرين يا ابني. بقول لك ايه، بس انت متاكد ان مفيش غيرها في الفرن؟ ايوه يا استاذ. بالذمه دي صينيه تعملها؟ هي دي الكسوف. الست حرمي دفع لها حاجه. امر لله. يا لهوي، ايه يا راجل اللي انت جايبه ده؟ الصينيه اللي حضرتك عاملاها. يا ندمتي، صينيه ايه يا ابو سعاد؟ فين هي الصينيه يا راجل؟ وطي صوتك، الراجل قاعد جوه سمعنا. اهو مفيش غيرها في الفرن. يا مصيبتي يا كسوفي، يا ندمتي يا صينيتي يعني. وانا برضك يا راجل اعمل صينيه بالشكل ده احنا فلوسنا كلها رايحه على الاكل. يا خرابي يا اختي، دول هفوها الحراميين. هاتيلي الملايه يا سعاد، الصينيه قال انا رايحه لهم. رايحه فين؟ رايحه اشوف صينيتنا. يا خساره تعبك يا تفيده. امال دي ايه؟ مش بتاعتنا يا اخوي، التانية قد دي 10 مرات وفيها ديك رومي. ديك رومي؟ ومنين جبتيه؟ من فلوس الجمعيه. يعني راحت الصينيه وفلوس الجمعيه. واديك يا اخويا، اديك طار يا سياسيين. يا معلم عكاشه، انت يا معلم عكاشه. طب قولي سلام عليك ولا مساء الخير يا ام سعاد. لا مسا ولا صباح يا اخويا، فين الصينيه بتاعتنا؟ الله، ما سياسين افندي جه خدها من شويه. نعم، طب ما هو السياسيين واقف قدامك اهو. فين هي الصينيه اللي في لا ايدك؟ لا لا، بس دي مش صينيتكم. خلاص، فين هذه الصينيه الكبيره اللي فيها الديك الرومي؟ مش صينيه البطاطس يا معلم؟ دي خدها السيد الارنب. السيد الارنب عليه العوض ومنه العوض. وراحت الجمعيه وفلوس الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي تديله الصينيه يا غبي؟ مفيش عينك نظر. قال لي صينيه بطاطس يا معلم، ما لقيتش غيرها قدامي. التانيه كانت متداريه قد رغيف العيش، ما بانتش الا لما الفرن فضي. والعمل يا معلم. والله ما انا عيطت. بطلي عياط يا ام سعاد. من غازي يا اخويا، من غازي، انا عاوزه الصينيه بتاعتي راحت واديك طار يا اخويا. يلا بينا. على فين يا معلم؟ يلا نشوف المهبب على عينه في القهوه. اجي معاكم والنبي يا اخويا. روحي انت، روحي يا طنط. وانا وعمي والمعلم هنروح القهوه، وما تحطيش في بالك. الهي يدفعها الحرامي. انتوا الخطاوي. يلا من القهوه قبل ما يقولها. السلام عليكم يا معلم عرب. اهلا يا معلم عكاشه. خطوه عزيزه. اتفضلوا اقعدوا. متشكرين يا معلم. خير يا معلم عكاشه. ويعني مش قوي. الله، فين الاول السيد الارنب؟ هو انتوا ما علمتوش؟ ده لسه الاسعاف شايلاه هو والواد عبده القهواجي بتاعي، وراحوا على الميري. ويلحقوهم يا ما يلحقوهمش. مستشفى الميري ليه؟ اكلوا من هنا وبعدها خد عندك زروطه واسهال من فوق وتحت. ذروه طول الدنيا، ما انتوا شايفين. بيقول لك حصل لهم تسمم. تفاصيل بقى بعيد عنكم. لا حول الله. تسمم من ايه؟ طرش جابوا السيد وميه لفت، وقال ايه؟ حاططها في صفيحه كلها صدى من الصبح. والله اعلم بقى كان فيها ايه تاني. والعجيبه ان الارنب كان عامل العزومه. يعني هبشوا صينيه البطاطس بالديك الرومي وميه اللفت المصدي بوظ الدنيا. يلا يستاهلوا. نفسي اعرف. طب البطاطس مقدور عليها، الطماطم ماشي، حته سمن مش صعبه، لكن جاب الديك الرومي منين السيد الارنب؟ عجيبه. خليها عندي دي يا سين افندي، كله عندي والحمد لله على كده. عيب يا معلم عكاشه، ما تقولش كده. انا برضه هقبل عوض. يلا يا سمير يا ابني، يلا يا عم يلا. وكان ايه لزوم بس التكاليف دي اللقمه بدقه معاكم بحلال ربنا احلى من كل الدنيا. يا بطني. الله يجازيك يا ارنب. جزاتي برضه. يا كل جسمي. اكلنا حرام وتقول لي جزاتي وعازمكم. موسم يا جدع موسم. يا بطني. كل سنه وانت طيب يا عوبت. طب منين بقى بعد غسيل المعده والفضيحه؟ اتوب واموت يا رب. ما كان طبق الفول ابرد من الحرام، وقال ترشي بالصدى. قال الناس عامله عزومه لجوز بنتهم تسرق الصينيه يا مفتري. ما كانت صينيه بطاطس برضه، ولا اعرف منين.
ربنا ما حدش يقدر يضحك عليه، يومي ولا يومي. وخدتني في الرجلين، عمت على عومك. عندك حق، عندك حق يا عبد، اجت فينا احنا. عشان حرام، واللقمة الحرام عمرها ما تسري ولا تمري، وانا كمالي بس يا رب. شوف ربنا عمل ايه، تخطيط ربنا برضه عشان تفوق وتحرم. مش لو عشت وحق جلال الله ما كلها الا بالعرق، بس عيش يا رب، عيش يا رب. طول ما فيك صحة لازم هتلاقي شغلانة، وسيبك من اللي فات واللي كان، صفايح الفلوس والدهب، سيبك من كل ده، ما دام راح يبقى هجس، ما ينفعش دلوقتي. يا سيد، يا سيد، سيد ارنب. ايوه معلمي، تحت امرك. نزلت البراميل الفاضيه من على الكاميون؟ 10 يا معلمي، 10 براميل ترشي فاضيه. على الماء اللي بقى وترجعوها مليانه على الكاميون تاني. ماشي ماشي يا معلمي. ايدك معايا يا ابني، ايدك. قوة الله. شويه الصحه دول بتوعك يا ارنب، هتاكل منهم الشاهد ولا الحاوجه لاي مخلوق. الحمد لله يا معلمي. ترشي